دكتور ايمن نور، برضو بعيدا عن الموضوع ده قبل ما اسيبك، يعني كان ليك دور في الرحله الافريقيه الاخيره، ويمكن الاحداث اللي فرض نفسها ومتتابعه ومتتاليه في حياتنا بتخلي يعني هذا الملف، وان كان بيظهر ويختفي بين فتره واخرى، لكن يظل هو الملف المهم ان لم يكن الملف الاهم في حياه الشعب المصري. خليني اقول لك، لانه في انطباعات ما بعد الزياره، يمكن انت اتكلمت عن الخطوات اللي تمت، ومجموعة من الشخصيات العامة والمحترمة اللي قامت بهذا المسعى، ولكن خليني أقول لك بعض ردود الأفعال إنه ما يشبه يعني رحلات المساعي الحميدة، ولكن ما نقدرش نقول إنه في شيء ملموس. يعني هي المسألة عاطفية أكتر وخطوة ودية أكتر. هل هي خطوة ودية ممكن تبقى خطوة تمهيدية لمجموعة من الخطوات، ولا هي تحتفظ بس بأنها مجرد خطوة كنوايا حسنة أو خطوات ودية؟ يعني دعني أتفق معك أن جزء من المطلوب كان هو فعلا مسألة تحسين الأجواء. خلينا نتفق أن هذه الرحلة خرجت في إطار ما يسمى بالبرلمان الشعبي. المجموعة التي خرجت تحت هذا الشعار، وهذا يعني أننا أمام عملية من عمليات الدبلوماسية الشعبية. الدبلوماسية الشعبية هي جزء مهم ومكمل للدبلوماسية الرسمية في كافة دول العالم الآن، بل هناك توسع دائم في دور الدبلوماسية الشعبية تعتبرها تمثل وتعبر عن إرادة الشعوب في بلادها. الدبلوماسية الشعبية ليست هي التي توقع الاتفاقيات الأخيرة، لكنها دائما هي التي تمهد للخطوات الأولى لتوقيع هذه الاتفاقيات. ما توصلنا إليه في هذا اللقاء الذي تم مع رئيس جمهورية أوغندا الذي استمر لأكثر من 4 ساعات، كان بالفعل أمور في غاية الأهمية. جزء منها تأجيل التصديق على الاتفاقية التي وقع عليها الرئيس الأوغندي، اللي هي الاتفاقية الإطارية. بعد ما اتفق أن هناك أيضا أمور لها علاقة بتحسين العلاقات الثنائية. التأجيل لمدة سنة تقريبا يا دكتور أيمن، مش كده؟ يعني هي شهور، نتمنى أن تمتد لسنة، لكن في النهاية هو كمان وعد أنه سيتدخل مع دول أخرى من التي وقعت. في النهاية التأجيل ده ممكن يتيح الوقت بقى للناس تشتغل، عشان ما يبقاش أو تبقى يدي ميزة الوقت لمصر اللي هي من مصلحتها إنه يتوجد هذا الوقت. يعني خلينا نقول برضو أن 3 ساعات مش هيمحوا آثار 30 سنة من الإهمال من الأخطاء في هذا الملف، لكن بالقطع هي بتبدأ المسيرة في حاجة لعمل وجهد متوازي ومتزاوج بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية. بالقطع ما تم شيء مهم، بالقطع ما تم خطوة كانت مطلوبة، ليس هو كل الخطوات وهذا بطبيعة الحال، وليس هو الذي سيحسم الملف وسينهيه من أول زيارة، لكن احنا بنعد نحن نتواصل تاني كلنا كقيادات سياسية وكمرشحين لانتخابات الرئاسة كقيادات حزبية، وده كان شكل الزيارة التي تمت. يعني دي رحلة توصيل الخطوط زي ما بنقول، اللي المفروض يعقبها بقى الاتصال. لكن هي المشكلة يا دكتور أيمن، احنا يمكن كل الأطراف مشغولة. يعني أنا هسألك يمكن سؤالي الأخير قبل ما أسيبك، كنت عن كمرشح بقى للرئاسة في مصر. الخوف، كل الخوف من إنه بتبقى دي زي حاجة كده بتفور، وناس راحت وقعدت، ولكن وتمت فعلا فتح الخطوط للاتصال، ولكن بعدها ما يبقاش فيه فعاليات أو اتصال. هي دي بتبقى بس المشكلة. يعني ايه اللي يضمن متابعة العمل ومتابعة الاتصال في هذا عايز اوضح حاجة مهمة جدا، ان هذه الازمة لها تجليات خارجية، لكن ايضا لها مظاهر ومشاكل وحلول داخلية. هذه الازمة لها بعد افريقي، اوغندي، اثيوبي، لكن كمان فيها بعد على الدول التي لم توقع مثل السودان، واهمية ان يكون هناك مشروعات مائية في المرحلة القادمة لوقف الهدر الكبير الذي يبلغ أكثر من 18 مليار متر مكعب في مناطق المستنقعات والمسطحات وبحر الغزال وما بعد قناة جونجلي وغيرها في السودان. هناك تجليات محلية جدا، ضرورة تغيير التركيبات المحصولية، وضرورة توفير 16 مليار متر مكعب يتم صرفها في البحر من الصرف الصحي، ضرورة توسع في الري
بمياه الصرف الصحي، ضروره انشاء شبكتين لمياه الشرب. احنا البلد الوحيده اللي فيها شبكه واحده، الناس بتشرب وبتغسل عربياتها وبتروي جناينها من نفس الشبكه. الكلام الحقيقه مش موجود في اي بلد في العالم. يعني في اجراءات كثيره جدا على المستوى المحلي يجب ان احنا يعني بنضمنها برامجنا ومواقفنا وبرامج احزابنا، وايضا بنتحاور مع الجهات المسؤوله حولها، لان الازمه كبيره والازمه خطيره، والازمه مش هتتحل بان الاطراف الاخرى. يعني خلينا برضه معلش اوضح لك ان في مصر تجاوزت خط المجاعه المائيه منذ بدايه التسعينات. احنا في حدود اقل من 1000 متر مكعب لكل مواطن من بدايه التسعينات، فالازمه كبيره وقديمه. فكره حلها بالزياره طبعا ده شيء غير وارد، لكن لازم يكون في منظومه من البرامج المشتركه، يكون في منظومه من العمل المشترك اللي بتتضامن في الدبلوماسيه الرسميه والشعبيه، وايضا الجهات التنفيذيه والحكوميه الرسميه، وكذلك الشعب المصري. لابد ان ندرك ان لدينا ازمه، ويتنبه المواطن المصري اللي بيستخدم استخدام غير رشيد لمياه الشرب النهارده ان نقطه المياه كارثه كبرى في المستقبل يجب ان نحافظ عليها. وايجاد حلول لري يعني اراضي الجولف وخلافه في يعني مثلا انا بقول التركيبات المحصوليه، ومش عايز اتكلم مثلا عن اراضي الجولف بتستهلك قد ايه من المياه، وده بيتم على شبكات المياه الشرب. دكتور ايمن، هل الملف ده يعني ممكن يبقى يعني احد الملفات وانت بتتكلم عن برنامجك الرئاسي كمرشح للرئاسه، احد المرشحين للرئاسه في مصر، هل هو بياخد مكان، وهو مكانه فين ضمن ملفاتك او ضمن ما تقدمه كمرشح للرئاسه في مصر؟ يعني الحقيقه انا بكلمك وانا متوجه الان مثلا لمؤتمر في مدينه المحله، في بدايه خطابي لجماهير المحله سأعرض تفصيلا برؤيتنا في مشكله المياه، وبعتقد انها هي النقطه الاولى والنقطه الاهم في كل خطاب في المرحله القادمه، لان في جزء من القضيه مرتبط بالناس ومرتبط بضروره مشاركه الناس في حل هذه الازمه. ليس لتحميل الناس مسؤوليتها طبعا، اننا جميعا نعلم من المسؤول عن الذي حدث، لكن للاسهام في حلول حقيقيه. خلي بال حضرتك، احنا مش رايحين اوغندا عشان نقول لهم عشان خاطر عيوننا، لا احنا كمان محتاجين لغه الخواطر والعيون انقرضت خلاص، ما بقتش موجوده، خلاص ما عادش في كلام بجهاز، انتهت مع عبد الحليم حافظ يمكن في اخر افلامه. يعني انا امبارح كان عندي اجتماع مع بعض رجال الاعمال المصريين اللي بنتكلم معاهم في امكانيه انهم يعملوا مجزر للحوم في اوغندا، وامكانيه ان يكون هناك مجزر اخر في السودان، وده بيحقق مثلا ميزه لمصر انها توفر لحوم ارخص من اللحوم التي تاتي من البرازيل والتي تاتي من الهند، وايضا يوفر فرص لتعاون حقيقي بين مصر وبين اوغندا، يشعر فيه المسؤول الاوغندي ويشعر فيه المواطن الاوغندي ان هناك مصالح تتحقق، لان في طرف اخر. يعني دعنا نتفق، هناك طرف على حدودنا الشرقيه يتوحم على المياه المصريه منذ 1903، مش يعني قبل قيام الدوله الاسرائيليه كان هناك مشاريع لنقل المياه في 1903 بناء على طلب من هرتزل من الحكومه المصريه والانجليزيه بنقل المياه الى سيناء. فاحنا عندنا مشكله حقيقيه وقديمه، ويجب ان نفهم اننا جميعا مسؤولين عن مواجهه هذه الازمه. دكتور ايمن، قبل ما اسيبك، لو يعني خاطر كده في لو عندك اختيار يعني لمناظره اعلاميه مجديه، تحب من بين مين من المرشحين الاخرين للرئاسه يناظر ايمن نور؟ اختار لي اسم واحد. شوف، يعني بغض النظر عن الاسماء، انا يعني معظمهم لم يكن جميعهم باستثناءات بسيطه اصدقاء شخصيين ليا، وانا شخصيا برتبط بهم بعلاقات وطيده وبنلتقي كثيرا، وهذا الشكل من المناظرات هو بيتم بالفعل. يعني في بعض المؤتمرات بنلتقي انا وصديقي حمدين صباح. لا، يمكن انا بتكلم عن المناظره الاعلاميه بمواصفاتها الاعلاميه التقليديه. شيء المناظره دي محتاجه بعض الوقت لسبب، لان هي هتبقى مناظره رئاسيه ليست اعلاميه، ويجب ان تتم بطريقه مدروسه في ظل ضمانات كامله لحياد وموضوعيه، واعتقد ان هذه الاليه كلنا متمسكين بها، واحنا عايزين الشعب المصري هو يكون بيختار، وعشان يختار لازم يكون قدامه كل
المفردات الاختيار، وانا بعتقد ان ده شيء مهم. يعني متخيل نفسك برضو في مناظره مع مين من الاسماء؟ مع كل الناس، اهلا وسهلا. يعني انا يسعدني كل المرشحين الجادين. يعني لما بنتكلم عن الدكتور البرادعي، بنتكلم عن زميل حمدين، المستشار بسطويسي، السيد عمرو موسى. لو واحد من الاثنين، عمرو موسى او الدكتور البرادعي، يعني انت تحس انك انت تبقى حابب انك تناظر مين من الاثنين لو واحد بس؟ انا الحقيقه يعني حابب اكتر ان يكون هناك حوار مع اي منهم او مع الجميع، في اطار ان احنا نطرح رؤيتنا ونكمل رؤانا ونتواصل اكثر للوصول الى خروج من المأزق الذي تعيش فيه مصر. يعني المساله الحقيقه ما هي مش صراع ديوك ولا حلبة مصارعه، بقدر ما هي حلبة حب لمصر. كل منا سيقدم ما لديه، كيف يمكن ان يقدمه. كل منا له خبراته في السياسه المحليه وفي السياسه الخارجيه، واعتقد ان الناس تستطيع ان تحكم. الشعب في مصر ذكي، ما تقلقش. دكتور ايمن نور، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا في ميدان التحرير.